إضافة على سيناريو العودة من الجحيم. أنا واحد من أعضاء حزب النهضة الإسلامي في طاجيكستان الذي كنت شاهدا، وقمت بمقابلة نقاش بالفيديو الخاص قبل يومين في البلاد وحول العالم، وأخبرت الناس الكثير من الأشياء التي قام بها حزب النهضة الإسلامي في جمهورية طاجيكستان. والغرض من هذا القول هو أنه قد يكون هناك أشخاص في المجتمع لا يعرفون عن هؤلاء الأشخاص ولا يعرفون كيف يلعبون وراء البار، وربما بعد كلماته يعود الشباب إلى وطننا لمواصلة حياتهم سعيدة ولا يقع في الخداع ومصلحته الخاصة. لكن لسوء الحظ لقد سمعت الكثير من الأشياء في الإنترنت والشبكات الاجتماعية التي جعلتني أشعر بالإهانة إلى حد كبير، وأجبرتني على الاتصال مرة أخرى والمخاطبة بالشعب المجيد في طاجيكستان، وأقول أن ما يقوله الناس ونتيجة لذلك تعرضت أنا وزوجتي لخطر الانهيار والتهديد بالتفكك، وهددنا بالقيام بذلك ولم يقم أحد بذلك. تقولون أن الحكومة خانت وأن الناس الذين أجبروا على فعل ذلك. لماذا لم يكن غير الإجبار أي شخص آخر؟ لما السيد إبراهيم نزار لم يجبره أحد منذ وصوله؟ جاءت المئات من العائلات من كل مكان ولم يتعرض أي منهم للتهديد. لقد كان هذا لي دينا من إيماني ووجداني، أنني أردت أن أقول للناس في نهاية حياتي، والتي ربما ساهمت في نفعهم في شعب طاجيكستان. هذا كان من دين الإيماني. أنا إنسان لم أخدم أبدا لأي شخص من أجل مال ولا لأحد، ولن لست خائفا من أي شخص. عليكم أن تكونوا على علم جيد بهذا. عندما أقول شيئا أقول بكل مسؤولية. إذا كان هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون يقدمون أدلة لهم، أخشى تأتي الأدلة من حقيقة أنه عندما أقول إن سبب الحرب الأهلية هي جماعة إرهابية لحزب النهضة الإسلامي، فإننا نقول إننا لسنا كذلك. هناك عدة أسباب أخرى لم نذكرها بعد. نحن نتحدث حاليا للجمهور العام. إذا تحدثنا بشكل خاص وسري فتكشف من أسرار قادة هذا الحزب. وعلى وجه الخصوص فإن المقابلات التي أجراها حزب النهضة مع باباجان خيامزاد قد أثارتني إعجابا كبيرا. أود أن أجيب على نفس السؤال. كونك محاميا على حق وأنت تعرف أنني لست كاذبا، لم أكذب إلى أي شخص على الإطلاق ولم أتردد أحدا. أقول هذا الطوعي من وجهة نظري، أنني أود أن أقول لشعوب لقد كنت أفعل هذا من أجل بلدي. أنا عندما أقوم بعمل أقوم بالاستخارة لأن هل هذا الفعل صحيح أم لا. لم أخدم أي شخص لكسب أموال لأحد. إذا كنت أريد المال كنت في أوروبا، وهناك كان ملايين الدولارات في نفس المكان الذي أنت فيه. تركت كل شيء لمغادرة هنا. لماذا قمت بتحديث وطني بلدي؟ وأنت تعلم جيدا باباجان قد قدمتني تعليماتي عدة مرات. أنا أخبرك هذا بنفسي، لا تزعجني باباجان. معظم الكلمات المفتقدة الآن بعد أن أتابعك أنا فقط أقول ذلك بشكل عام، ولكن إذا لزم الأمر فإننا سوف نقول هذه الكلمة. إذا كنت لست بمذنب فأجري مكالمة فيديو، وأن يأتي كبيري وأنت والآخرين ويجعل الحقائق والوقائع التي لا أحد إرهابي بل أنت أي مدين إرهابي، وأن يقول أني قمت بهذه الأشياء فأنا صامت، وهناك وقت لإثبات ذلك. هذه الأمور ليست أنا فقط، لقد عرفني أولئك الذين كانوا في إيران طوال السنوات الثلاثة الماضية. عندها فقط سأكشف عن الأشياء التي تجعلني أفكر في وجهة نظري بسبب رأيي أن الرجل لا يتكلم مذيع. وزملاؤنا جميعهم هنا لقد جاءوا قبل وصول الرجل قبل عامين. لقد قال كل شيء، أخبروا الجميع.
كل شيء قيل، هذا ليس ما أقوله لك. هل يمكن الاتهام لإيران؟ أو هل يمكن أن يتهم حزب النهضة والذي يعرف في العالم؟ من أنا أن أتهمك؟ أنا قلت ذلك بالكلمات والحقائق، وأجيب على هذا السؤال أمام المجتمع. أود أن أقول مرة أخرى لبابا جان، أقول دليلا والذي لا يعرفه سوى أنا وأنت. أما جئت إلى الحزب في ديسمبر 2015 عندما وصلت، جئت إلى تركيا، قدمت أنت هذه التوصية بأن كوزوف ميرزا رحيم كان ينصحك بالقدوم إلى إيران، وتوصى قيادة الحزب بذلك نيابة عنك. هيا إلى إيران، أنك شخص شرعي مسن ستقوم بتربية الشباب في إيران. ماذا تقول في هذا؟ هناك العديد من الحقائق الأخرى، ولكن في هذه اللحظة لا أستطيع الحديث عن كل شيء. إذا كنا بحاجة إلى التحدث مرة أخرى في وقت لاحق. أنت فقط تعرف من أنت. إذا لم تكن لا تكون مجرما، فقم بمقابلة مثلي. هيا في هذا الجو الحور يسمعه في جميع أنحاء العالم. يريد الشخص أن يخجل من نفسه في العالم عندما يفكر بشيء. حتى الأشخاص المؤسفون يدركون أيضا حقيقة أن الناس يفكرون في الوقت المناسب لما يقولونه. أنا أتحدث معك أمام عينيك مرة أخرى أن تعود. الوطن في انتظاركم، بغض النظر عما تقوم به، فلن تكونوا قادرا على فعل أي شيء على الإطلاق لمصلحة أمتنا ووطننا. هيا نعيش بسلام. كنت معك وقد نسيتني، فجئت فعفاني الحكومة. هل ألزم أي شخص بقول ذلك؟ إذا كانت هذه الأفعال إلزاميا، فكان الجميع عليهم أن يقوموا بمثل ذلك. كان السيد إبراهيم نظار وصل قبل وصولي، يقول أنه لم يدعوه أحد قط. أكثر عشرات والمئات من الآخرين يأتون للعيش. سوف أتحدث أنا أيضا مرارا وتكرارا، ولا تتحدث عن ذلك بعد الآن، ولن يجبرك أحد بذلك. ولذلك فإنك تستنتج أيضا أنه عندما تتحدث شخصا تكون أيضا تتحمل مسؤولية التحدث. وعليكم أن تفكر إذا تقول لأحد أن يكذب. إذا تريد أن تخوفني وأعتقد أننا في عجلة من أمرنا أو شيء آخر، فأنا لست خائفا من أي شخص إلا الله. كل ما يأتي إلى العبد هو من عند الله. لم أفعل أي شيء لأن يكون تهمة، مثلما قلت نفس الشيء الأشياء التي يعرفها الجميع. فقد أنا أقول هذا ربما يسمعه بعض الناس الذين يعرفوني ويحترموني وسيصدقوني من كلماتي وسيعودون إلى الوطن. هذا هو الهدف. إذا أقوم وأقول أنكم لن تفعل ذلك لكنك قمت به، ففي هذا الحال لن تعفى لك الأمة الطاجيكية. إذا كنت لا تريد أن تأتي إلى استنتاج، لا تندم، فعود إلى الناس، لا تسخر أو تبكي، لن يعفو خطاياكم أحد. إنني أخاطب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المؤثرة والمواطنين الأعزاء في بلدي، وأقول أن المقابلة التي قمت بها على التلفزيون قبل يومين ليس بكذب. كانت حقيقة أن جميع الدلائل التي جئت بها قد مرت في حياتي، وعندما كنت أتحدث عن هذا لم يجبرني أحد. وأنا ممتن لحكومتنا بأنني عندما غادرت أعيش أمام زوجتي وأولادي وأحفادنا، أستخدم الخدمات العامة بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية لاستعادة الصحة كمواطن. يمكن أن أتواصل مقابلة معكم في المستقبل إذا كنت على قيد الحياة ولدي صحة جيدة. قد لا يعتقد الكثير من الناس أن هذه أشياء. هناك الكثير من الجرائم التي لا يمكننا أن نقول عنها إذا كنا نتحدث عن ساعة. إذا لا يتحمل قادة حزب النهضة المسؤولية وأن يصروا على ذلك، فسنضطر إلى شرح كل جرائمهم للشعب مرارا وتكرارا. والأفضل من ذلك عليكم بإقرار ذلك، وأن تنتظروا أن أتحدث عن هذا، فإذا قلتها أنا فلا جدوى لكم.